بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلى من المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلى من المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كويزين جوش. فيديو اليوم متنوع وفيه برشا حاجات، وبالطبيعة فيها حويجة لسهرة رمضان إن شاء الله كيف العادة متاع فورماسيون متقونة والكل. حبيت نبدأ معاكم هذوما كادوات جاوني على رمضان من عند واحدة عزيزة عليا إن شاء الله ربي يباركلها وشد لها في صحتها. في بالها نحب الفانوس جابتهولي ربي يباركلها. حاسيلو باش نبدو مع بعضنا الوصفة لهنا. حاجتي بالسكر العادي هذاك باش ناخذ 300 غرام سكر، وباش ناخذ 150 مليلتر ماء، وباش ناخذ شوية قارص. اول حاجة باش نبداو بها باش نبداو بالشهور. تشوفوا لهنا اللي نحنا ندهنوا في الكسرونه باهي لاستيس جديده اللي انا تعلمتها، انه باش تحب الشحور متاعك ما يسكرش تدهن الكسرونه ولا الطنجره متاعك معناتها الحاجه اللي باش تعمل فيها الشحور تدهنها بالقارص. ومن بعد انا لهنا حطيت 300 غرام سكر حبيبات العادي، حطيت عليه 150 غرام ماء، ومغرفه قارص كيف ما تشوفوا ليمون ماهيش معبيه، وحطيتهم ما نخلطوش، حطيتهم على نار هاديه وخليتهم باش يغلوا في عقلهم ويطيبوا في عقلهم. هذه لاستيوس الاولانيه اللي انا تعلمت باش ما يسكرلكش الشحور تدهن الكسرونه نتاعك ولا الحاجه اللي باش تعمل فيها الشحور من الاول بالقارص. لهنا خذيت 100 غرام فاكهه مخلطه، 50 بوفري و50 لوز، وحطيتهم في الفور باش يتحمروا لي. ومن بعد بالطبيعه باش نتعدى للمرحله الثالثه، الاولانيه الشحور، الثانيه الفاكهه حطيناها تحمرت. من بعد باش ناخذ الصحفه متاعي ولا الحاجه اللي باش نخدم فيها، خديت فيها 250 غرام فرينه، مش بشرط هي راهي تكون سبيسيال بقلاوه ولا حاجه، لا فرينه عاديه 250 غرام. حطيت عليها رشه ملح و25 غرام زيت، ورملتهم كيف ما تشوفوا لهنا بالكدا. ومن بعد جبت الماء متاعي، ماء عادي من السباله ماهوش سخون ماهوش ماء سباله عادي، وبديت نلم في العجينه متاعي بشوي بشوي. على هنا هاكا كيف ما تشوفوا بدات تلم معايا، اما مازالت شاده روحها شويه. باش نحطها انا على الرخامه، هاكا زدتها شويه ماء على 3 صوابعي باش نحطها على الرخامه ونخدمها شويه حتى لين ترطاب معايا وتولي سوبل. العجينه هذه ما يلزمهاش تكون يابسه قاصحه، وما يلزمهاش تكون طريه، يلزمها تكون متوسطه في المتوسط. معناها لهنا الشحور متاعي صحيح، مشيت عملت عليه طله لقيته صحيح حضر. لهنا العجينه متاعنا شوف كيفاش رطابت ولات محلاها. باش نحطها في الساشي ونخليها ترتاح باش نجم نتعدى للمرحله اللي من بعدها. المرحله اللي من بعدها هي اني خديت اللوز متاعي هذاك بعد ما كملت حمرته، خديته خرجته برد هروشته، وحطيت معاها مغرفه سكر محور، وشديت وخليته على جنب. وخديت خديت العجينه متاعي بعد ما ارتاحت عملتها بودان. لهنا جات الفورماتريس باش تقص لي الكعبات معناتها العجينه كويرات. انا ما نعرفش من الاول قداش يلزمها، معناتها قداش يلزم يكون حجم الكويره. عملتهم لي هي ابري متاع 30 غرام ولا 35 غرام الكويره. قص حاج عملناهم الكل، رطبناهم قديناهم بالكدا وغلفناهم بالنشاء بالكدا بالكدا بالكدا. لهنا النشاء راهو يلزم يكون موجود بالكدا في المكونات، راهو نشاء ميزالش. في المرحله هذه لازم يكون عندك باكو على الاقل باش تخدم بالمرتاح، باكو نشاء عادي هذاك اللي نشروه من المغازان، والا تشري نشاء صبة عادي من عند اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات، والا من عند من الطاحونه معناها اللي ترحي هذيك الفحات والحكايات الكل. من بعد ناخذوا الكويرات نتاعنا ثم باش نحلوهم كيف ما تشوفوا، ما نحلوهمش جويدين على الاخر وما نحلوهمش زاده اخشاء، نحلوهم متوسطين. شوفوا كيفاش نعبوا فيهم بالنشاء بالكدا. وكل ما نكملوا كويره نحلوها نحطوها فوق اختها، وبالطبيعه بيناتهم نشاء بالكدا باش ما يلصقوش
في بعضها، نكمل حتى يشلي نكملوا الكمية معناتها الكويرات اللي طلعوا لنا من العجينة متاعنا الكل. كيف ما تشوفوا هاكا جربت معكم 3 كعبات. من بعد حطيت العجينة متاعي هاكا كلهم فوق بعضهم مغلفين بنشاء وبيناتهم انشاء. لهنا باش نقلب العجينة متاعي وباش ناخذ اللي ملوطة بالكل، معناتها اللي خدمتها أول وحدة ننفضها شوية من شاء، مش ننفضها برشا، شوية برك، وندهنها بالزبدة، شوية زبدة مذوبة ندهنها بها، 150 جرام زبدة كيكة نذوبوهم وندهنوه معناتها نرشوا كيف ما تشوفوا هاكا. أنا وريتكم شوية كيفاش ندهنوا، معناتها دوب هكا ما نبلوا شوية الورقة، مش نغرقوها بالزبدة. باهي الحاجة الأخرى اللي أنا غلطت فيها نورمال ما تتعملش آخر واحدة، معناتها آخر ورقة حليناها متاع عجينة نورمال ما نحطش عليها زبدة. أنا في باليش، أنا خليتني نكمل شديت نحط فيها الكل. من بعد هي شوية كي جينا باش نحلو الورقة تعبت، رصت لها زيت في برشا نشاء وقلبت لهنا حبيت نوريكم معناتها اللي معايا شنو يعملوا. فما شكون تعمل في محنشة وفما شكون تعمل في صابلي بيرسوناليزي هاكا متاع بيبيات وباتا سكر حاجة وحاجة مزيانة بالكدا. لهنا شدينا أكل الورقات متاعنا ذوكم حليناهم بالكدا هاكا، حليناهم على الكبر وحاولنا نحو معناتها الجناب وإلا الزايد باش تبقى لنا العجينة متاعنا منظمة. سامحوني. وذاك الكل راودي شيء ما يترماش، من بعد نجمو نستغلوه ونعملوا به حاجات، معناتها نعملوا به بقلاوة أما موديلات أخرى معناتها ما يترمى حد شيء. أوكا هذه الكعبة الأولانية هي عملتها. تو نوريكم كعبة أخرى كيفاش. لهنا متاع 7 سنتي على 7 سنتي، خاطر المربع يتقص وانتي عينك ميزانك، معناتها تحبها أصغر هو يجي 7 على 7 باهي. راهي الكعبة باش تجي أصغر باش تجي صغيرة برشا وباش تعبك شوية في اللمانة متاعها من بعد. حاسيلو باش تجي مورقة وخفيفة وراي ما تاخذش برشا وقت وما تتعبش زاده. معناتها واحد أنا سألتها لنا سؤال قلت لها علاش ما نعملوش بالبات فيلو، قالت لي علاش نعملو بالبات فيلو، هو نجمو نعملو عجينة معناتها بالعكس معناتها حاجة في الدار نظيفة ومقدودة وتجينا مقدية خير من اللي مش نشرو بات فيلو ونعملوه. كيف ما تشوفوا هيك تاخذ بسم الله باش تاخذ الحرف متاع كل قرن منا ومنا وتكبس كيف ما تشوفوا في الفيديو هاكا. وترصفهم في الطبق بجنب بعضهم، وبالطبيعة الطبق متاعنا مدهون بالزبدة، مدهون بالزبدة بالكدا. لهنا الكعبات متاعنا الكل كملوا كيف ما تشوفوا هاكا الموديلات مرمينا شيء، حتى الحراف هذوكم اللي ما جاوش منظمين عبيناهم وروليناهم هكا وخليناهم كيف الحلزونة حاسيروا الشكل متاعهم. وبعد ما كملنا الكعبات متاعنا الكل عبيناهم بالزبدة وحطيناهم في الفور على 160 درجة مدة 20 دقيقة حتى لين حماروا كيكة. من بعد غرقناهم بالشحور متاعهم هذاك خفيف راه ماهوش عاقد برشا، زيناهم بشوية بيستاش وجات بنينة. نودكم ولا نشهيكم وإن شاء الله قسمكم في الجنة. هذه البقلاوة اللبنانية متاعنا حاسيلو صدقوني سهلة سهلة سهلة، معناتها كي تجربها إن شاء الله معناتها تجربوها في رمضان. الكميات اللي أنا نعطيكم فيها هذه كميات صغيرة معناتها متاع واحد يعمل صحين، وراهي طيحت الكمية أكثر من اللي تشوفوا فيها هذه في الصحن. ما تعطيت منها أنا البنات ذاقوا معايا في الفورماسيون، خاطر نحنا نطيبوا غادي على البلاصة مش نروحوا نطيبوها في الدار. وذوقت منها أمي وأختي والكل وجيت بنينة مش نورمال وبقات معايا كمية باهية. البنات حبيت نوريكم هذه بريكولاج أنا عملتها، اعطوني فيها رايكم. كنت تحبوا نشارك معاكم حاجات هكا خلولي في لي كومنتير، انا حبيت نوريها لكم الكل، عجبتني كي قديتها وحبيت نتشاركها معاكم. حسيلو ان شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم ويكون خفيف الظل عليكم. وديما بالطبيعة تلقاو الوصفة في اخر الفيديو، وان شاء الله نتقابلوا في وصفة قادمة وفيديو قادم. بسلامة.